اللي من دمك في دمك لو قرايب من بعيد، حتى لو تديله دمك برضه مش رايح بعيد. مساء الخير عليكم أحبابي العزيز. من زمان ما كلمناش عن الفن، كنا أخدين حيز كبير عن الرياضة. فالنهارده نتكلم شوية عن الفن وأخبار السينما المصرية وأخبار النجوم. في ناس كتير بتتساءل، الجمهور بيتساءل ليه أفلام محمد هنيدي واحمد حلمي ومحمد سعد الاخيره بتسقط ومبقاش لها اقبال جمهور كبير، رغم ان هم في بداياتهم يعني محققين ايرادات خرافيه. وبيتسالوا يعني ايه السبب في سقوط فيلم محمد هنيدي الاخير والافلام الفيلم اللي عمله وسقوط ذريع. لأسباب بسيطة جدا، إن محمد هنيدي ومحمد سعد وأحمد حلمي لسه في ذاكرة، يعني مثلا محمد هنيدي لسه في ذاكرة صعيدي في الجامعة الأمريكية والأفلام اللي هو بدأ فيها كشاب، وهكذا برضو محمد سعد الليمبي ومش عارف إيه، وأحمد حلمي صيع بحر والأفلام السلسلة دي. رجعوا في افلام الايام دي وبدا يرفضوا ينزل لسبب بسيط جدا، ان مش قادرين يواكبوا العصر، لسه فاكرين ان سنهم واقف عند سن معين 35 بتاع، ونسوا ان في جمهور وشباب جديد بيقبل الوقت على السينما. يعني ايه؟ يعني ما قدروش ان هم يواكبوا العصر بتاع الايام دي. محمد هنيدي لسه في ذاكرته الافلام اللي هي مش عارف صعيدي وجاءنا البيان التالي، ما قدرش ان هو يوثق نفسه مع الايام دي، لان في جمهور، كل مدى في جمهور جديد. وبعدين محمد هنيدي سنه بيكبر ومحمد سعد، فلازم يختار افلام تناسب سنه. كله بيسأل هو الزعيم او الفنان عادل امام ليه متربع على عرش الكوميديا 30 سنة؟ ليه بقى؟ السؤال ده لأن عادل إمام ذكي. عادل إمام كان بيختار المواضيع الصح واللي هي تناسب سنه، وكان ماشي بتسلسل. يعني مثلا عامل فيلم، في ناس بتألف له صح، بيعمل السنة اللي بعدها فيلم وعارف هو ماشي ازاي. عشان كده عادل إمام تربع على عرش الكوميديا 30 سنة. وكل ما يطلع مثل فنان، كنا لما يطلع محمد هنيدي يقول لك هينزل عادل إمام مش عارف ايه، لا، عادل إمام حافظ على النجومية بتاعته 30 سنة. فأنا أفتكر إن عادل إمام ظاهرة صعبة إن هي تتكرر، لأن رسم لنفسه طريق صح بالنسبة للنجومية، واختار أفلام صح في سن صح، فعشان كده قدر يحافظ على النجوميه بتاعته. انما فنانين اللي هم محمد هنيدي وطبعا حلمي والليمبي ما قدروش يمشوا على خط سليم، ان هم دلوقتي بيرجعوا لافلام زمان، كل مدى العصر بيتطور. فارجو بقى من الفنانين دول ان هم يقعدوا كويس مع نفسهم ويبداوا يشوفوا سنهم المعين اللي يقدروا يعملوا الافلام الصح اللي هي تناسب الجمهور. يعني زي ما الزعيم عادل امام قدر يحافظ على نجوميته 30 سنه، فطبعا صعب ان حد هيقدر يعني يقوم بمشوار عادل امام بالنسبه ل 30 سنه. فعشان كده لاحظنا في الايام اللي فاتت سقوط ذريع لهنيدي وحلمي والليمبي. ارجو في الايام القادمه ان هم يقدروا ان هم يواكبوا العصر ويشوفوا ايه السوق عايز ايه ويناسب سنهم، لان كل مدى في تطور في السينما المصريه. شكرا.